قائدنا بألف خير وشعبنا بألف خير وانتصرنا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. يعطيك ألف عافية. الله يسلمك. كيف كان الجو اليوم؟ والله تمام، رؤية ممتازة والشغل كله حلو وكويس. في ظروف صعبة أنتم بتطيروا فيها، طرتوا بأصعب الظروف، قديش معاناتكم كطيارين مقاتلين لما كنتوا تطيروا في مطار في غيم ظروف سيئة وكنتوا بتنفذوا أهداف بنفس الوقت؟ على التدريب المستمر ما تم معاناة، هاي التغت من حياتنا من قاموسنا، هلا صفت كلياتها مثل كأنك عم تطلعي أي نزهة. نحن كمهمة قتالية أو مهمة تدريبية كلياتها عنا سهلة جدا. بالنسبة لك الأرض بتصير بتشوفها غير ما نحن بنشوفها أبدا، يعني كطيار مقاتل. أكيد. قديش يعني لك الدقة بتحديد المكان الهدف لحتى تصيبه بشكل مباشر يعني؟ خلاص، بس أنا أخذت إحداثيات الهدف وشفت الهدف بعمل عليه هجوم وبيبين علي بنزل له ارتفاع المطلوب، ببين عليه وبتم الإصابة. بالنسبة لك كطيار مقاتل كل الأهداف اللي أخذتها تنفذت بشكل 100% بنجاح 100%. إيه؟ طب هلا خليني أحكي الضغط، حركة القلب، سرعة القلب بالجو بالنسبة لك بتختلف يمكن عن لا والله عادي، ما في أي إحساس، يعني مثل كأنك أنت على الأرض وكأني أنا بالجو، نفس الشيء. نرجع للتدريب المستمر يمكن اللي بيخلق هاي تدريبنا المستمر حالة قطعناها هاي، بجوز هاي ببدايات وقت كنا طلاب معقولة، بس حاليا لا، بس صار تدريب مستمر انتهى الموضوع هذا. يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. هلا شو الاول الاحداثيات اللي بتعطيها بس بدك توصل على الارض؟ الاحداثيات اللي بتعطيها، البيانات اللي بتسجلها؟ بسجل التقرير كامل عن الطلعه، نوع الطلعه، وشو نسبه الاصابه للهدف، وجاهزه الطائره. طب خلينا نحكي عن قصه صارت معك يمكن، او مشكله صادفتك ودغري صلحتها على الهواء خلال طلعاتك لتضرب مواقع ارهابيه خلال فتره الحرب. يعني قصة صارت معنا تبديل الأهداف أحيانا من الجو، يكون القوات الأرضية أخذ هدف اللي احنا طالعين عليه على أساس عدو، بالجو يغيرونا للهدف الثاني يكونوا عدو، هذا صار صديق. ايه هون هاي تغيير إحداثيات صعبة هاي بتكون ولا خلص دغري كنا محضرين أكثر من هدف. ايه الهدف اللي صار صديق حولنا على الهدف الثاني وبيتنفذ 100%. وبتنفذ 100%. ايه لأن محضرينه نحن. تقريبا أكثر طلعة استمرت بالجو قديش لتنفيذ أهداف بالنسبة لك؟ يعني 40 دقيقة. 40 دقيقة. وبعدين بترجع بتنزل بتلخم نرجع مرة ثانية وهكذا. يعطيك ألف عافية وشكرا جزيلا. كل عام وانتم بخير وقائدنا بألف خير وشعبنا بألف خير وانتصرنا.